احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وساعة تملي كده يا رب. في كده حوار داير. حوار ان الماتشين بتوع قمة نادي الاهلي والزمالك اللي المفروض يتلعبوا في الدوري المصري يتاخدوا ويتلعبوا في السعودية. طب كاس مصر وشفناها، سوبر مصري وحصلت، اي بطولة اخرى وحصلت. طب بطولة الدوري المصري هتاخد ماتشين بيتلعبوا في اراضي مصرية في دوري 34 ماتش، ودوري هتاخد منه مطوش. ما سمعتش قبل كده حاجه حصلت زي كده. تاخد الماتشين تلعبهم بره الاراضي المصريه. في حوار هيحصل ان هياخدوا ماتشين نادي الاهلي والزمالك هيتلعبوا في السعوديه، هيتحدد لهم ميعاد اخر غير الميعاد اللي متحدد دوت، عشان خاطر لو الاهلي والزمالك صعدوا للدور القادم في بطوله افريقيا وبطوله الكونفدراليه الميعاد هيتاجل، ف انت تاخد الماتشين هتلعبهم في السعوديه بميعاد اخر، مالكش دعوه بالميعاد ده اللي موجود، ده الميعاد ده ممكن يتاجل زي ما انا قلت. فانت هتاخد الماتشين يتلعبوا في السعوديه بميعاد اخر. طب انت ليه تلعبهم في السعوديه؟ انا مش فاهم ايه وجهه النظر. انت تستفاد ايه كاتحاد كوره اما تخلي الماتشين يتلعبوا في السعوديه؟ هل في فلوس ماديه؟ مش فاهم في ايه. طب ما هو كان ياما ما ساعه ما الدوري المصري اتعمل وهم بيتلعبوا في الدوري في الاراضي المصريه. طب هل لما يطلعوا هيتلعب بره بالتحكيم اجنبي ولا هيتلعب بتحكيم مصري، ولا ايه الدنيا هتكون ايه اخبارها ايه؟ فانا مش فاهم. نادي الاهلي رحب بالفكره، نادي الزمالك لسه ما سمعناش منه اي حاجه. انا كعلي مش مرحب بالفكره، مش شايف اي مستفادات من الفكره. لو حد يعرف ايه المستفاد من الفكره يفهمني، انا مش هزعل ان يجي حد يفهمني، وانا عشان بتاع محتوى لازم اكون فاهم حاجه. لا فهمني يا عم ايه المستفاد من الفكره. انا شايف مفيش اي حاجه فكره مستفاده. لو في حد فاهم حاجه فهموني، والله انا ما عنديش مانع حد فهمني ايه المستفاد من الفكره. فانا مش فاهم ان انت ليه تاخد الماتشين يتلعب بره. طب هل لو هتلعب بره هتلعب بتحكيم اجنبي ولا تحكيم مصري؟ وايه المستفاد؟ فانا عايز افهم كزملكاوي ايه المستفاد. نادي الاهلي رحب بفكره، نادي الزمالك لسه ما نعرفش رده ايه. وبس ده كل التفاصيل، ومالكش دعوه بالميعاد ده دلوقتي اللي محدد الماتش، عشان الميعاد ده ممكن يتغير. وبس في نهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.